شو شباب؟ ما بدكم تطلعوا سيران هالجمعة؟ طبعا بدنا نطلع. بصير يعني اصلا انا بنطر يوم الجمعه مناطره مشان هالسيران. وانا كمان نفس الشيء. الله وكيلكم عم ينطوش راسنا من الحسابات والارقام والجداول، وما بصدق على الله امتى يجي يوم الجمعه حتى ريح راسي فيه بقى اقل منها. طيب ومين بده يستلم اداره السيران هالجمعه؟ ما بعرف، بس يمكن صار دور عماد بهالجمعة. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما راح نرتاح من الحسابات والارقام حتى بالسيران؟ ليكوا على الحكي، هذا فوق ما رح نحطك مدير للسيران. إيه بس مدير ليوم واحد ها؟ يا حبيبي وصلي. صحيح نسيت لكم، ابن خالتي ميزار حابب يطلع معي على سيران الجمعة، وانا ما اعطيته الاوكي قبل ما شاوركم. بقى شو رايكم؟ مو مشكله، بس لا تنسى انه الانضمام لشلتنا له متطلبات وله شروط، يعني لازم يكون من نفس طينتنا ونفس عجينتنا. طبعا، واهم شيء يكون خريج جامعه ومن كليه لها علاقه بالمحاسبه. من هالناحية اطمنوا، الرجال حامل ليسانس من كلية التجارة ودبلوم من كلية المحاسبة، وهو حاليا عم يشتغل مدير معهد بيت الكمبيوتر. هلا عجبتني، لانه لازم يمارس عمل له علاقه بالمحاسبه. يا سيدي لا تحمل هم، هذا الشرط محقق، وهلأ هو موظف بقسم المحاسبة بشركة الاستثمارات العربية. عظيم. اصبح لازم يكون من هواة الحساب والارقام وحل الالغاز الصعبه. يا سيدي روح قلبه هالشغلة، بعدين صاحب مراء وبيحب الطرب وحافظ أكثر من 1000 نكتة ونهفة، يعني دمه خفيف. عظيم كتير، وهذا المطلوب. اصبح خلاص منطلعه هالجمعه معنا كنوع يعني من الاختبار، واذا لقيناه مناسب منضمه للشله بشكل رسمي. ما في مانع، بس هلا فكرونا انتم شو بدنا نتغدى بالسيران قبل كل شيء. يا سيدي انا بقول احسن شيء نعمل مشاوي. ولا تنسوا الشوربه بالعصاعيس من تحديات ابو سطيف ها. تكرم عينكم، هي مقدور عليها، وغيره يعني مع شويه سلطات ومقبلات ولبن عيران بتصور بكفي. إيه، ولا تنسوا الحلويات والفواكه. معناها انا رح ابدا احضر قائمه بالمشتريات واعمل جدول للصرف العام ووزع المهام بين بعضنا. ما عاش من يخالفك استاذ عماد، انت خطط ونحن علينا التنفيذ. ماشي الحال، اتكلنا على الله. كمان هالجمعة في سيران؟ ايه طبعا مثل العاده. ليش تفاجأتي؟ وإمتى الله بده يتوب علينا من هالشلة؟ شيء ليش بشو زعجتك هالشله؟ ولا شي سلامتك. بس أنا اللي بعرفه حبيبي إنه كل العالم بتخصص يوم الجمعة للمرأة والولاد، إلا حضرتك أنت بس. أنت وشلتك المصونة. ولك يا روحي فهميني، يعني ما بكفي عم الزق بوشك كل ايام الاسبوع؟ بقى ارتاحي من خلقتي هالنهار، ما بتخسري شيء. ها، طيب يعني أنت ليش مصر إنك تطلع سيران مع هاني ومصطفى بالذات؟ والله ليش ما نطلع مع بيت أختي مثلا؟ معلش يا سهيلة دخيلك، انا ما بنسجم لا مع اختك ولا مع جوز اختك. لا طينتهم من طينتنا ولا عجينتهم من عجينتنا. جوز اختها قال. يعني خلاص إذا ما طلعت مع هاني ومصطفى انقطعت السيارين من العالم؟ سهيلة حبيبتي، بيقول لك المثل كل ولف على وليفه يلفي، وبيقول كمان قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. وأنا وهالشباب في أشياء كتيرة مشتركة بيناتنا، وأهم شيء إنه ثلاثتنا محاسبين وشغلتنا وعملتنا الأرقام والجداول. يعني يلي بقصده في حديث مشترك بيناتنا، في بنقعد بنحكي عن التكليف الضريبي، عن الجباية، عن تنظيم جداول الصرف، عن طرق جديدة لمسك الدفاتر وتنظيم الأرباح، شيء من هاد يعني. إيه يعني وضروري تفتحوا هيك سير بالسيارين؟ لكن عن شو بدنا نحكي؟ هذا شغلنا وهي اهتماماتنا. هلا شوفي سهيلة، ليش مثلا الشوفيرية بيطلعوا سيارين مع بعض؟ ليش؟ لأنهم بيقعدوا وبيحكوا عن السيارات وأعطالها ومشاكلها. الحمصانية لما بيطلعوا مع بعضهم عن شو بدهم يحكوا يا حزريك؟ بيحكوا عن الحمص والمسبحة والفول والتزقية. فشي طبيعي لما بيجتمع ثلاث محاسبين كبار مثلنا انهم يحكوا بالمحاسبة والأرقام. طيب وإذا اجتمعتوا هنيك مع واحد ما له علاقة بكل هالقصص شو بتعملوا بالله؟ ما لنا مضطرين نجتمع مع هيك واحد أبدا، ما لنا مضطرين. نحن شلتنا منقاية على الصينية الله وكيلك،
يعني كلياتنا بنتمتع بسرعة بديهة وذكاء متقد ومرونة بالتحليل والاستنتاج وقدرة على الاختزال وإجراء العمليات الذهنية بسرعة. بقى مين هذا اللي رح يفوت بيناتنا هيك فوتة؟ مين هاد؟ بعدين معقولة اترك هيك شلة واطلع مع جوز اختك يلي ما بيعرف 5 ضرب 9 قديش؟ لك سهيلة مشان الله زينيا بعقلك وجاوبيني. شو عماد؟ خلصت توزيع المهام؟ ايه خلصت، كل شيء جاهز. هذا جدول بالمشتريات، وهذا جدول بالمواد العينية يلي بدنا ناخذها، وهي برنامج الأنشطة الموازية للسيران، وهي قائمة لكل واحد فينا بالأغراض اللي بده يجيبها. تفضل تفضل. اوعى تكون نسيت شيء ها؟ لا لا ولا يهمك، كل شيء مسجل. المهم انتم تقيدوا بالجداول ولا تنسوا شيء. لا ان شاء الله ما بننسى شيء. اوعى كان سيد هاني لا تنسى تجيب ملقط الأرجيلة، لأنه من حصتك المرة الماضية قضينا السيران بلا ملقط، شرشحنا يعني. لا خلاص، اول شيء رح اجهز الملقط. وانت سيد مصطفى مو تاخذ لي الراديو وبطارياته خالصة؟ حط بطاريات جديدة على حساب صندوق السيران. ولا يهمك، بس مشان نزار ما بدنا نكلفه بشي مهمة. هالمرة خلي نزار على جنب باعتباره جديد على الشلة، يعني لساته غر. السيران الجاي بيكون أخذ هوانا وأخذنا هوا. كتير منيح. حددت ساعة الانطلاق عماد؟ أي نعم، هاي البرنامج جاهز قدامي. التجمع وإجراء التفقد الساعة 10 صباحاً، الانطلاق بإذن الله الساعة 10:30، والعودة بإذن الله الساعة 19. ماشي الحال، على بركة الله. يلا يا شباب، اللحمة استويت. قوم سخن شوربة العصايص لعيونك يلا. 10 دقايق بتكون جاهزة. يا عيني عليك. وانا راح اظبط السلطه. تسلم لي عينك. صحيح يا شباب قبل ما انسى، مين اشترى جرزة البقدونس ونحن جايين على الطريق؟ هاني دفع، سجل له 10 ليرات وسجل لنزار اجرة السيارة. إيه بسيطه يا جماعه، بسيطه مو محرزه. لا 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 اخي نزار، كل شيء محرز الله يخلي لي اياك. نحن هيك طبعنا، بنحب نسجل كل شيء وبنحاسب على التكه، نظام امريكي يعني، امريكانيه. يا ستي بزمانه جوزي عماد كان عم يقبض مبلغ كبير، والمصاري عم تنزت على طاولته رزم، وكل رزمة مبلغ 50,000 ورقة. فطلع هيك على رزمة من الرزم وسحبها، وقال له للزلمة هدول ناقصين ورقتين. ايش ورقتين؟ يعني 1000 ورقة. فقال له الرجال لا مو معقول، أنا عددهم مرتين 3، مو معقول، شو هالحكي؟ اي جوزك ما بينخاف عليه، ما شاء الله من تطليعه واحدة على رزمة المصاري بيعرف هون قديش. ايه طبعا، شو لكان. المهم ما كذب خبر، فك الرزمة وعدى وطلعوا فعلا ناقصين 1000 ورقة. برافو عليه، منيح اللي انتبه، ولا كان بده يدفعهم من جيبته. شو لكان، عماد ما بتمرق عليه هيك شغلات منوب. وجوزي هاني نفس الشيء. الله وكيلك بس يفوت على السوبر ماركت مشان يشتري شوية اغراض، بتطلع معه قيمة الفاتورة قبل صندوق الكاشير تبع المحل، يعني بتطليعة وحدة على الاغراض بيعرف قديش قيمة الفاتورة. وانا جوزي مصطفى من تطليعه واحدة على كومة البطيخ بيعرفهم كم بطيخة. اسمعوا، بزمانه تراهن هو بياع بطيخ على عدد البطيخات اللي عنده. البياع قال له هدول 85 بطيخة، جوزي قال له لا 83، وفعلا عدوهن وحده وحده. قديش ترى يا حزركون؟ 83 بطيخه، ويوميتها ربحنا 3 بطيخات كمان. فعلا يا جماعة جوازنا بالحسابات غير شكل. ايه شو لكان، يعني موظفين كبار بالمالية، بيقفروا وقفر على الطاير. ومشان هيك لاحم دمهم على دم بعض. ها إيه صحيح، وما بيتسيرنوا الا مع بعض. لك شبكي سهيلة ما تضيفينا ولا جوزك عماد عددن عليك.
صحيح يا جماعة، الزهر الاحتياط مين دفع حقه؟ نزار سجل له عندك 7 ليرات. بسيطة مو محرزة يا جماعة. ما بصير يا حبيبي. نزار حبيبي، نحن مشاويرنا كلها أمريكية ولازم تتعود على طريقتنا. يعني إذا بتدفع ليرة واحدة المفروض تحكي، ما بدها حيا المسألة يعني. شو يا جماعة؟ امتى بدنا نذبح بطيخة؟ حسب بروجرام الرحلة الموجود عندي، بروجرام السيران، آن أوان البطيخ. هاني تعال بلش بالبطيخة. يلا يلا ها جاينا. صحيح، سجل لهاني 9 ليرات. ليش؟ كمالة حق البطيخة اللي دفع للبياع، لأنه ما كان معي فرطة حتى أدفع. ايوه، وهي 9 ليرات لهاني. امتى بتحبوا نعمل الحساب الأخير؟ خليها بعد السيران يا اما بعد البطيخ. ماشي الحال، لكن اذبحها البطيخة اذبحها وبعدين بنتحاسب. يا ردود. امبارح جوزي اشترى بطيخة حمراء و3 بطيخات صفر. البطيخة الحمراء طلعت 6 كيلو و3 واق، وسعر الكيلو 4 ليرات ونص. والصفر طلعوا 4 كيلو إلا ربع، وسعر الكيلو 23 ليرة. صدقوني قبل ما يمد ايده البياع على جيبته لحتى يطالع الآلة الحاسبة ويحسب، كان جوزي دوز دغري مناوله 109 ليرات. صدقوني الله وكيلكم جمدوا بأرضه، عن جد جمدوا بأرضه. طبعا بده يجمد لانه بده ربع ساعه بهيك حسبه. لك حبيبتي اذا مو اكثر. جوزي بيتزاول بطريقه مو معقوله من البياعين البطيئين بالحساب، بيموت موت. طبعا بده يتزاول لانه بحياته ما راح يلاقي بياع شاطر مثل شطارته بالحساب. موظف كبير بالماليه، شو بده يكون طلطميس؟ يا ستي الله يعينهم البياعين اللي بيوقعوا بايدين جوازنا، الله يعينهم. ايه طبعا موظفين كبار كتير بالماليه، مين رح يطلع له معهم؟ ايه اخي هاني، انت شو دفعت؟ انا دفعت 20 ليره حق مخلل و9 ليرات كمالة البطيخه، واعطيتك 150 ليره كاش. ليش قديش طلع حق البطيخه؟ 59 ليره، مصطفى دفع ال 50 وانا دفعت الكماله 9 ليرات. لكن مصطفى رجع 9 ليرات لهاني. ما معي فرطة. قديش معك؟ 25. هات 25 لك. تفضل سيد هاني. هاي 9 ليرات كمالة حق البطيخة، وهي رح سجل 18 ليرة لأبو سطيف. ايه أبو سطيف، أنت شو دفعت؟ 60 ليرة حق العصاعيص اللي حطيناهم بالشوربة، و10 ليرات حق زهر الطاولة، و15 حق ملقط الأرجيلة بدل الملقط اللي ضاع، ونزار أخذ مني 20 ليرة كمالة حق الفحم، وخصوم لي 18 اللي رجعوا من ال 25. أصبح عطي ال 20 لمصطفى. ما معي فراطة، ما في غير 50 ليرة. هات ال 50 لك. خذ قديش لازم رجع لها؟ 30. وأنا بدي 20. طولوا بالكم يا جماعة، هاي 25 لنزار. ايه هيك بهالحالة بقى لي لسه 5 ليرات. طول بالك. هاني أعطي لنزار 5 ليرات من ال9 ليرات اللي أعطيتك إياهم تبعت البطيخة. ايه تكرم عينك، وين 5 ليرات؟ ايه بهالحالة بقى لي لسه 4. أبو سطيف أعطي 4 ليرات لنزار، وهي رح سجل لك 22 ليرة. ما في 4، هي 5. منيح كتير سيد نزار، أعطيه ليرة. إيه ما في معي غير 5. هات أنا بصرفها. خذ. ايه وأنا ما قبضت شيء. كله مسجل، لا تخاف، ما بيروح عليك شيء. بالأول في 18 وهي ليرتين صاروا 20. لك شو 20؟ لسه في 20 من الأول، والخمسة اللي هلا دفعت لك إياها ليك. أنا 20. لك شو أنا 20؟ كمالة حق الفحمان. طيب هي رح أسجل لك 20 شوف ليرة. انا عماد صرت مسجلها مرتين، يعني مو حلوه هيك. شو قصدك؟ لا مو قصدي شيء، بس يعني ظبط حساباتك، يعني قصدي بخلبة الدنيا انت هيك. إيه عم تحكي هالحكي؟ شو نسيت إني رئيس قسم الحسابات بدائرة التفتيش الضريبي الأولى؟ لا ما نسيت، بس لا تنسى كمان اني انا كبير المحاسبين بدائرة التكليف الضريبي، وهيك حسبة ما بتاخذ معي دقيقتين. إيش هالري؟ ساوب أنت لك. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو حرز الشغلة. اعطوني الدفتر لكم. شباب كل واحد رجع المصاري، خلينا نبدا من الاول. طيب لسه بكير، على شو مستعجلين؟ بكير من عمرك تقريني، الجمعة الجاية عندي هي عم بقول لك. اكيد تسلمي لي انت. خاطرك. الله معك خاطري بالسلامة. سلام. الله معكم. الله يسلمك. لا تغيبوا كثير ها. وهي 50 ليرة للسيد عماد، بترجع على 14 لمصطفى و9 لنزار. ما معك غير 25. اعطيه 25 لنزار، خليه يرجع لك 16. أنا ما معي غير 10. اعطيه ال10 والباقي ياخذه من مصطفى. شو ياخده؟
انا الي 120 هلا ما اخذت شيء. ايه وانا الي 98. وانا لي 16. وينك؟ طولوا بالكم 16 15 طولوا بالكم. بتحكي بالفاضي. خلونا نعيد من الاول. طيب بقيت الحسبه معقده. كل واحد رجع مصاري لكم. طيب انت بقول حق عليك. حق علي اللي سلمك الحسابات اساسا. اخي اعطيني هالدفتر خلينا نحسبها من الاول على الورق. طيب طول بالك. تفضل.